الدفاع الجوي. والشوط الثاني من لقاء بتروجيت اللي قدامنا جهازه الفني الكابتن رمضان السيد والكابتن محمد ثابت والكابتن سمير صبري امام نادي الزمالك اللي انتهى بتقدم الابيض مع الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضياع عن طريق البوركيني عبد الله سيسي اللي سجل هدف بعد ما اتعملت عرضيه من ال 18. ادي التبديل الاول في اللقاء النهارده، محمد اشرف مكان مروان محسن قدامنا على الشاشه. وهنشوف الشوط الثاني بقى الكابتن رمضان السيد هيعدل من وضعيه لعيبته الفنيه في المناطق الاماميه بعد ما دافع بكل قواه في الشوط اللي احنا لعبناه، وقدروا ان هم يقفلوا طوال الوقت على مفاتيح اللعب لنادي الزمالك، انما كتر الضغط بيولد اخطاء وبدا المدافعين يفقدوا تركيزهم. ادي التبديل لسه قدامنا بيتعمل اهوت، محمد اشرف اللي نازل على الشاشه، واحد برضو من اللعيبه الصغيرين اللي بيدفع بيهم النهارده الكابتن رمضان السيد، ومعاه وسيم شعلان وكمال علي وباسم مرسي ومحمد اشرف. ادي زمايلنا في الاعداد النهارده كريم ابو حسين ومحمود سعيد وحازم البرعي بيبلغونا كده الداتا والتبديلات. 17 سنه الراجل اللي نزل قدامنا ده محمد اشرف. نبدا سويا احداث الشوط الثاني. على يمين الشاشه يبقى فريق بتروجيت بقميص برشلونه كده الاحمر فازرق، ونادي الزمالك بزيه التقليدي. على الارض ملعوبه عند بلال جمال. هنشوف الكابتن رمضان السيد التبديل اللي عمله محمد اشرف هيبدا ينتج هجوميا في المناطق الاماميه مكان مروان صاحب الخبرات اللي كانوا بيعولوا عليه النهارده في الناحيه التهديفيه، انما ما قدرش حد من وسط الملعب يوصل الراجل في المناطق الاماميه، وكانت هجمات قليله باستثناء اللي عملها اسامه محمد. قلت لحضراتكم عبد الواحد لم يختبر تماما. الناحيه الثانيه نادي الزمالك راح مرتين ثلاثه مع السيطره الكامله اللي كان عاملها واللي كان مخلي فريق بتروجيت ينسحب تكتيكيا في وسط ملعبه على مستوى الاداء الدفاعي. بره الملعب رمي التماس عمر جابر الجبهه اليمين اللي ما انطلقش كتير في الشوط الاول، انما لما بدا يتحرك بدا يعمل خطوره من المكان المؤثر داخل الصندوق، كان متطرف كده. وده المصور اللي قدامنا نجم اللقاء النهارده، المصور ده نجم اللقاء، اتخبط من لاعب بتروجيت، نتمنى له السلامه. تلعب الكره تاني عند حسام عرفات، انما بره الملعب بيطلعوها لاعيبه بتروجيت. هنشوف محمد فاروق حكم اللقاء وعبد الله سيسي اللي واقع قدامنا اللي ما كانش متابع معانا وجه بعد بدايه المباراه. اللقاء كان الساعه 2:30 النهارده ويتاخر 30 دقيقه الاحداث اللي احنا تابعناها كلنا. اللي بيتفرج بقى يحكي للي لسه جاي عشان ما نقولش الكلام دي، انما حته بسرعه كده والكره واقفه. وزيره الشباب والرياضه في بولندا جوانا موتشا، كان في لقاء انجلترا وبولندا في اكتوبر اللي فات ده قريب قوي، تصفيات كاس العالم القادمه، والدنيا مطرت امطار طبعا في اوروبا عاديه والتلج عادي، وتاجل اللقاء لمده 24 ساعه بين بولندا وانجلترا. وزيره الشباب والرياضه قدمت استقالتها. ده عنوان كده للي بيفهم، اي حد مسؤول عن غلط. مش كفايه ان انت يعني تطلع تصرح او تعتذر، لازم يبقى في قرار عشان كلنا نتعلم ونرجع اللقاء ونسيب الحكايات. لقدام ملعوبه اماميه انما بره الملعب، دي بمناسبه ان في قرارات بتبقى بناء على اخطاء من مسؤولين في مواقع، والموضوع كله ورقه وقلم، يعني ورقه وقلم كده وجواب يتبعت محدش بيعملها. عبد الله سيسي قدامنا اماميه عند احمد جعفر الانطلاقه، انما شريف حازم قافل عليه قلب الدفاع النهارده مع محمد كوفي، انما محمد كوفي هو اللي اشتغل ببساله. شريف حازم لعب لنادي انبي، لعب لبترول اسيوط، ضمه الكابتن حسن شحاته على فترات للمنتخب الوطني في لقاءات وديه قبل رحيله وقدوم بوب برادلي. ادي عبد الله سيسي اللي هيبدا لما ينشط هيبقى فيه فاعليه قدام مع احمد عيد عبد الملك، انما برضو الدور الاكبر على لعيبه الوسط اللي بيحركوا لقدام الفراوده والاوراق الهجوميه. عبد الملك لو قرب من الاماكن اللي فيها الكوره هيبقى فيه حيويه لل 18 متر الاخيره. صلاح سليمان يطلع بدماغه ويعملها عند عمر جابر يلحقها قبل الخط، انما رمي التماس في النهايه. اللقاء رقم 12 في تاريخ لقاءات الفريقين، منهم لقاء في الدوري الملغي انتهى 1-1، انما اخر مواجهتين في الدوري الرسمي 2010 2011 2 دون مقابل للزمالك. الدور الاول عمرو زكي شيكابالا. نشوف الهجمه اسامه محمد، انما قبله برافو يا ولد يا لعيب يشتت خارج الملعب عمر جابر اللي بيأدي دور الدفاع النهارده. يعني عمر جابر من اللعيبه اللي عندها الملكتين الدفاعيه والهجوميه، النهارده قايم بالدور الدفاعي كما ينبغي على جبهه شمال هجوميه مؤثره لفريق بتروجيت. ضربه ركنيه، هنشوف كده فييرا ممكن يعمل تبديلات ولا ايه، ينشط بيها جبهه من الجبهتين. عنده النهارده حازم امام على الدكه وعنده اسلام عوض من وسط الملعب. تسديده بره الملعب عاليه جت قدام بلال جمال تحت رجله كده ما قدرش يتصرف فيها.
انما هنشوف الاقرب لو نادي الزمالك عاوز ينشط. بقول لحضراتكم كان بيبدا احمد سمير عمر جابر قدامه، او عمر جابر حازم امام اتكلم عليه الدكتور طه اسماعيل النهارده والكابتن طه بصري مع الزميل محمد الليثي ان مفيش ولا لقاء كان بيبدا. ده محمد رجب في اعتقادي، هنشوف كده فعلا محمد رجب هو اللي هينزل، واحد من الاوراق الهجوميه لفريق بتروجيت، سجل لهم 3 اجوان الموسم قبل اللي فات، كان جاي لهم من نادي المنيا. يبقى الكابتن رمضان السيد عمل تبديلين مع بدايه انطلاق الشوط الثاني، واحد من البدايه محمد اشرف، وادي كمان محمد رجب، واحمد فيليكس هو اللي خرج. الاوراق الهجوميه بتتغير والشكل هنشوف هيكون ازاي قدام بعد ما كانوا بادئين بفرود وحيد في المناطق الاماميه. ده اللي قدامنا تامر محب اللي بيشتغل من الجبهه اليمين الدفاعيه، وكان بينطلق مع محمود فتح الله في اللعبه اللي فاتت، انما قفل عليه محمود بخبره كده وحلق عليها، خدوا منها ضربه مرمى. قدامنا عمر جابر اللي سجل اول اهداف الزمالك في دوري المجموعتين 2012 2013، كان امام الاتحاد السكندري، وكانوا برضو في اخر قلت لحضراتكم 15 دقيقه، دي 74 و78 كان احمد جعفر هو اللي سجل الجون الثاني. 9 نقاط لنادي الزمالك مقابل 4 لبتروجيت، انما من لقاءين. لسه نادي الزمالك هيخرج اسبوع باي، تتلعب تاني لقدام اماميه. نور السيد من وسط الملعب برضو بيأدي دور النهارده محوري. نور السيد عمليه التسليم والتسلم لزمايله او المرحله الدفاعيه من قدام الديفنس اللي ورا. اسامه محمد بيحاول ان هو يهرب ويروح، انما رافع احمد ساهر قدامنا المساعد الاول، وضربه حره على عبد الله سيسيه في اللعبه اللي فاتت. شده اهي باينه، لا تمام، والحته دي ممكن الحكم ما يشوفهاش، الاثنين كده يبقوا قافلين زاويه الرؤيه على محمد فاروق، المساعد هو اللي يجيبها. عبد الله سيسيه رجع بيعتذر اهو لمحمد فاروق، بيقول له هو برده دفع وانا دفعت، بيرد يعني الزقه بزقه. محمد كوفي لقدام، شريف حازم يا دوبك يلمسها، اسامه محمد المنطلق. هنشوف حسام عرفات ولا فراج، سايب وائل فراج في الملعب اهو. الكابتن رمضان السيد لعيب كويس على فكره وائل فراج، انما النهارده انتاجه الهجومي طبعا فوارق في اللقاءات. لو بيلعب في فرقه اقل قدام فرقه اقل من نادي الزمالك هتظهر القدرات بتاعته اكتر من كده. بيلعب عليه لعيبه تقيله في المناطق الدفاعيه لنادي الزمالك. صلاح سليمان بدماغه يطلعها من قدام المنطقه، يشيلها تاني نور السيد. الكلام التمام اللي بيعمله في اللقاء، ورجوعه في اماكن كويسه قدام الخط الخلفي. عمر جابر ينطلق لقدام، محمد كوفي معاه مش سايبه، يحط سن الجزمه وتبقى ضربه ركنيه. بدايه هاديه، بدايه كلاسيكيه على سيناريو الشوط الاول. نادي الزمالك هو اللي بيحاول، ونادي بتروجيت متراجع تماما في وسط ملعبه، انما لسه بدري برضه. 6 دقايق من بدايه الشوط الثاني، وقع على الارض محمد كوفي اللاعب البوركيني اللي قلت لحضراتكم واحد من هدافي لقاءات الفريقين. 8 لعيبه سجلوا من هنا و8 من هنا خلال ال11 مواجهه اللي فاتوا. انما النهارده بقى عبد الله سيسيه 9 لاعب من نادي الزمالك يسجل في الفريق البترولي لغايه ما يقوم. ادي عمر جابر مع محمد كوفي، وقع محمد كوفي اللي اشترك وعمل مجهود كبير النهارده في اللقاء. قلت لحضراتكم لعب نهائي كاس الامم الافريقيه الاخيره امام نيجيريا، اللي فازت بيها نيجيريا امام بوركينا فاسو. الاول ظهور ليهم في النهائي بوركينا فاسو كان موجود برضو علي رابو على فكره، لاعب من الدوري المصري بيلعب لاتحاد الشرطه، كان موجود مع المنتخب البوركيني. صلاح سليمان بياخد تعليمات من بره. 8 دقائق من احداث الشوط الثاني، الزمالك متفوق بهدف عن طريق عبد الله سيسي اللي سجله مع الوقت المحتسب بدل الضائع من احداث الشوط الاول. وهيعمل تبديلاته بدري بدري الكابتن رمضان السيد. اخر ورقه اهو محمد الزيادي اللي بيلعب في نفس مكان محمد كوفي، ممكن الراجل يكون كان عنده اصابه لان هو رابط حاجه او حاطط فخده هو محمد كوفي وحس كده، لان الزيادي كان بادئ الموسم في اللقاءين اللي ما لعبهمش محمد كوفي، انما قام هيقعد تاني محمد الزياتي، وكان هيبقى سوء حظ ليه الكابتن رمضان السيد لو عمل التبديل الثالث، ولسه بدري على نهايه اللقاء. محمد كوفي قدامنا هيخش الملعب، هياخد اذن من محمد فاروق، انما رجع تاني هنشوف فيه ايه. تتلعب الضربه الركنيه وترجع احمد عيد عبد الملك، رمي التماس تتلعب لعبد الملك من عمر جابر، انما يقطع عليه، راجع لورا محمد رجب ويقع على الارض ويمشيها لقدام. برافو يا ولد يا لعيب عند وائل فراج اللي بينطلق لقدام. وهيدي انذار محمد فاروق، ادى انذار فعلا في اللعبه اللي فاتت. ادي ابراهيم صلاح اللي خد الكارت، دخل جامد قوي على وائل فراج اللي هيبدا يتحرك دلوقتي في الاماكن المؤثره لقدامه. فعلا خرج بقى، هشوف انا محمد كوفي ونزل مكانه محمد الزيادي
كان من ناشئي نادي انبي على فكره الزيادي ده، وراح الدرجه الثانيه مع نادي الماليه، ماليه كفر الزيات، وخرج محمد كوفي. يبقى خلاص فريق بتروجيت هيكمل اللقاء بعدد اللعيبه اللي موجود بعد الثلاث تبديلات اللي عملهم، 2 لتغيير وضعيته الفنيه هجوميا او التبديل الاضطراري دلوقتي مع 8 9 دقائق من الشوط الثاني. احمد شعبان قدام المنطقه، انما راجع لورا عبد الله سيسي عشان يساند مع زمايله، تتلعب قدام ال 18 عشان يفتحوا جبهه من ناحيه اليمين، انما تخرج الى رمي التماس. السكران رافع ورايح صبري رحيل اللي بيعمل نشاط وايجابيه النهارده هجوميه لما بينطلق لقدام مع محمد عبد الشافي، لعيب من اللعيبه اللي عندها ثبات في المستوى الفتره الاخيره. صبري رحيل، تتلعب الكره تاني لقدام، نادي الزمالك بيحاول، احمد جعفر يلعبها نور السيد، يعلقها عاليه لفوق، عبد الله السيسي بدماغه يرجعها لورا للي جايب وشه كده عمر جابر، يا ولد يا لعيب لمها عند نور السيد لابراهيم صلاح. عاجبني لعيبه نادي الزمالك لما بيعملوا تمريرات بيلاقوا بعض كويس قوي، انما الحته بقى بقول لحضراتكم ال 18 متر والفينش بتاع الهجمه وانهاء الهجمات لو عملوه بشكل مؤثر عن كده هيبقى الزمالك اخر جمال. وما تقولش بقى مدرسه الفن والهندسه، قول الجامعه فتحت. كل المقومات موجوده، لعيبه على المستوى الفردي، المستوى الجماعي بدا يبقى فيه انسجام كبير. عمر جابر يلعب رميه التماس، انما يطلعها تاني لقدام اسامه محمد، اوت لنادي الزمالك. 11 دقيقه من بدايه الشوط الثاني، كابتن رمضان السيد راجع على الدكه. المدير الفني كان قاد نادي بترول اسيوط من موسمين صعد بيهم الدوري الممتاز، واحد من جيل نهايه السبعينات والثمانينات مع النادي الاهلي، كان جاي لهم من نادي التصنيع. 2 مديرين فنيين قادوا فريق بتروجيت من النادي الاهلي و2 من الزمالك، حلمي طولان طه بصري مع الاحتفاظ بالالقاب، و2 من النادي الاهلي مختار رمضان السيد. تاني الكره ملعوبه لقدام عبد الله سيسي، انما مقطوعه تاني، تلم عليه 3 لعيبه، يشيلها لقدام اماميه الزيادي في اول اختبار دفاعي. خلاص دلوقتي كوفي خرج اللي كان بيتحمل العبء تماما. هنشوف بقى شريف حازم مع محمد الزيادي هيعملوا ايه في الوقت اللي جاي. محب، ايمن محب لاحمد شعبان، يعلقها جوه المنطقه، انما ياخد منها ضربه ركنيه فعلا للفريق البترولي. محمود فتح الله بدماغه، ومحمد اشرف كان داخل ال 18، انما لسه ما وضحتش كده الرؤيه قدام لوائل فراج ومحمد اشرف اللي هيشتغلوا في المناطق الاماميه، ومعاهم اللي جايين من ورا بقى احمد شعبان، بلال جمال، او الطرفين اسامه محمد ومحب. والضربه الركنيه موجوده، تامر محب هو اللي هيعمل العرضيه خطيره، انما يطلع، برافو يا ولد يا لعيب، رجع ويطلعها بدماغه، شالها كويس قوي. محمد عبد الشافي هو اللي رجع قدام ال6 متر ويطلعها، تترد الكوره، شالها بدماغه كويس قوي. اللعبه اللي فاتت فريق بتروجيت بيحاول يضغط نادي الزمالك ويجبره على التراجع في ال 18 متر الاخيره، انما بيقطعوا كويس قوي ومقفلين ورا فتح الله مع صلاح سليمان وعمر جابر في الجبهه اليمين وصبري رحيل في الجبهه الشمال، مقفلين تماما. ومفيش برضو كده الجديه او العقيده. بيحاولوا دلوقتي ان هم يمرروا تمريرات كتيره ياخدوا بيها الثقه ومساحات في الملعب ويسحبوا لعيبه نادي الزمالك لقدام. الكلام اللي هم بيعملوه ده نتيجه للتقفيل اللي عامله لعيبه الابيض في وسط ملعبهم، وفعلا اهوت بداوا لقدام 30 متر يمرروا عند محمد اشرف اللي متطرف دلوقتي واخد المكان اللي كان بيشتغل فيه وائل فراج. وائل فراج نقل نفسه تكتيكيا الناحيه دي قدام الجبهه الشمال اللي فيها اسامه محمد، انما هنشوف هيرجع تاني لوضعيته اللي بدأ بيها المباراة، يطلع لقدام صبري رحيل، ياخدها من الناحية الثانية شريف حازم، وجنبه الزيادي يمشيها على الأرض لأحمد شعبان، ينقل فرقته للحركة الهجومية. الانطلاقة موجودة، أسامة محمد عمل مشوار كبير مع عمر جابر، إنما دخل معاه كان هيخبط مصور تاني. النهاردة كانت هتبقى إصابات المصورين، إنما عمر جابر إن شاء الله يقوم سليم. من الاسماء اللي ماشيه كويس قوي الموسمين اللي فاتوا، خصوصا الموسم طبعا اللي كان منتظم 2010 2011. فيرا بيتكلم اسامه نبيه، وادي اللعبه اللي دخل اشترك فيها اسامه عشان يلحقها، اسامه قبل خط المرمى مع عمر جابر قبل ما تطلع ضربه مرمى. بنقرب من 14 دقيقه. ده اللاعب البديل اللي لعب مكان محمد كوفي من ناشئي نادي انبي الى القسم الثاني الى بتروجيت بعد كده. ضربه حره اداها محمد فاروق، اهوت محمد كوفي اللي خرج النهارده جاله شد، انما هو شكله بدا اللقاء
وهو غير مكتمل بدنيا. تتلعب الكرة تاني من بلال جمال، قريب من الخط بينطلق لقدام وائل فراج، انما يطلعها لعيبه نادي الزمالك عند شريف حازم اللي مايل على الجبهه الشمال، يعني هو مساك او سردباك مايل شويه على اسامه محمد وسايب في العمق، انما بيروحوا حسب طبيعه الكره في الملعب. هنشوف برضو لما الكره تيجي من الجبهه اليمين الدفاعيه على فريق بتروجيت هنلاقي الزيادي بيروح الناحيه الثانيه. عبد الله السيسي مع عمر جابر بره الملعب، احمد شعبان تبقى رمي التماس. مفيش متعه هجوميه الوقت اللي احنا لعبناه، ما تغيرش اداء بتروجيت عشان يغيروا واقع الاداء الهجومي، ومفيش اللاعب في الملعب اللي يغلف افكار الكابتن رمضان السيد الهجوميه لغايه دلوقتي. عمل تبديلين وتبديل اضطراري، الثلاث تبديلات مع اول 7-8 دقائق من الشوط الثاني. صبري رحيل وعبد الشافي المثاله مقفلين عليهم في الجبهه اليمين، يطلع خارج الملعب تامر محب الى رمي التماس. قدامنا تامر محب، لعب عادي ولعب صريح، عشان كده اللعيبه بتقدر انها تحل دفاعيا بشكل سهل. نور السيد عاوز يجرب تاني، تسديده حلوه انما مهدي على مرتين، برافو يا ولد يا لعيب، حلوه من نور، واحده فوقتنا الوقت اللي فات بعد اللعب العادي. بقول لحضراتكم لعب بدون متعه، لعب بدون تاثير هجومي، غابت الفقرات الهجوميه على مرمى مهدي سليمان وعبد الواحد. واول واحده نور السيد اللي سدد واحده في الشوط الاول كانت في منتهى الخطوره، انما طلعها مهدي سليمان اللي النهارده جاله اختبارين 3 اتعامل معاهم بشكل كويس قوي، انما الهدف ما قدرش ان هو يطلعها، كانت قريبه. عبد الله السيسي من بره ال6 ياردة قدر يحطها له، ده هدف التقدم الوحيد لنادي الزمالك. وبعد كده عبد الواحد السيد لم يختبر لو اتكلمنا عن الاثنين الحراس في لقاء النهارده. تلعب الكره اماميه، نقلتين من لمسه واحده تاني يرجعها محمد رجب عند محب في قلب الملعب لاحمد شعبان. بلال جمال، الزيادي جاي من ورا لسه ما حدش قرب منه، الطويله عشان يبدا بيها الهجمه في المكان الفاضي، اسامه محمد يلحقها، برافو يا ولد يا لعيب على الارض، انما صلاح سليمان من الناحيه الثانيه يشيلها، عاوز يحطها بدل ما يطلعها جامده يعملها باص كده لعبد الله السيسي، انما هربت منه وبقت رمي التماس. رمي التماس احمد شعبان قدام ال 18 تاني، محمد رجب لسه ما حدش قرب له، يخبطها وياخد منها رمي التماس. برضه في تباعد كده بين لعيبه بتروجيت في المناطق الاماميه، مش مقربين من بعض، اللي بنقول عليها كده الجاب او الخطوط مفككه بين لعيبه الوسط، المفروض يربطوا مع الفراوده، ومش واضح تماما المعالم الهجوميه في اللقاء النهارده. عندهم 4 نقاط من فوز على نادي المقاولين وتعادل امام الانتاج الحربي. في وسط الملعب جاي من ورا الزيادي، شريف حازم لقدام عند رجب، انما محمود فتح الله يعليها في وسط ملعب فريق بتروجيت، يرجع شريف حازم ليه مهدي سليمان، مهدي على مهلهم، احمد شعبان. ما نقدرش نقول ان الكابتن رمضان من بره هيدي مين، خلاص مفيش تبديلات، يبقى لازم يشتغل من جوه الملعب على اللي موجودين. تحركاتهم هتبقى ازاي الوقت اللي جاي؟ نادي الزمالك اللي برضه بادئ الشوط الثاني بدايه هاديه، لازم يغطي الجول لو اللعيبه عاوزه ال3 نقاط بجديه النهارده، لان في اي وقت بتروجيت لو عمل هجمه مرتده ممكن يعدل. كل ده كلام على الورق، محدش لا عمل ده ولا عمل ده. من الجبهه الشمال اسامه محمد يلعبها في وسط الملعب عند محمد اشرف اللي هرب ونزل لتحت، يلعبوها لاسامه تاني اللي مصرين على الجبهه الشمال تنطلق على عمر جابر. اسامه انطلق انما عمر قافل عليه، يلعب العرضيه وحشه قوي بره الملعب. وانا حاسس كده، تحس ان مفيش الروح المعنويه منعدمه للاعيبه بتروجيت، رغم ان النتيجه لسه قريبه 1 دون مقابل، انما مفيش الجديه في الاداء الهجومي او اللعيبه مش مساعدين بعض داخل الملعب. عبد الواحد السيد برضو نادي الزمالك النهارده رغم الجون والتقدم اللي عاملينه، عدد الهجمات مش كبير على مرمى مهدي سليمان، مرتين 3 في الشوط الاول، وكلها ابتكارات فنيه من اللعيبه اللي عملها نور السيد من بره ال 18. عبد الملك خطيره، عبد الشافي انما يطلع تاني الدفاع لقدام، برافو يا ولد يا لعيب. هنشوف محب هو اللي خلص المشكله الدفاعيه، وبدات الاثاره اول ما نقرب من ال 18. صبري رحيل تاني جوه منطقه الجزاء، يطلعها محمد الزيادي الى خارج الملعب، رمي التماس. يبقى اللعبه اللي فاتت عبد الملك اقتحم كويس قوي، كان هيعمل البينيه ويروح عبد الشافي، ادي اللعبه هي. عبد الملك المرتين اللي لمس الكوره ونزل عليها، يعني هي هنشوف لمست ايد،
كل ده ما لمستش ايده الراجل. ومحمد فاروق تقديريه ليه كانت ممكن تلمس برضه ويقول لك ان هو ما يقصدش، انما كانت هتمنع انفراد لمحمد عبد الشافي. كل ده بقى شغل الحكم ما نتكلمش فيه. صلاح سليمان يرجع لورا، هيبدا يعلى رتم اللقاء. لو فرقه ضغطت الثانيه بهجمه هيبقى في اثاره. نور السيد راجع في مكان عمر جابر عند عبد الواحد، نقلتين في مكان خطر قوي على لعيبه نادي الزمالك، ورمي التماس بعد ما اتضغط عليهم، لان المكان ده صعب ان انت تمرر بعرض الملعب، هيضغط عليك اللعيبه اللي قدامك زي ما عمل كده محمد اشرف من لعيبه بتروجيت في اللعبه اللي فاتت. احمد شعبان من وسط الملعب يمشيها عند محمد رجب، عاوز يعمل نشاط في المناطق الاماميه، يفتح الملعب لاسامه محمد اللي بيحاول يقتحم من الجبهه الشمال لمحمد رجب تاني. مفيش رايه ولا حاجه، انما تتكعبل الكره فيه محمد رجب، لعيب جسمه قليل انما لعيب مهاري. عندهم برضو بره، انما كلام خلاص ما نقولش اللعيبه اللي بره طالما مفيش تبديلات. احمد شعبان بيحاول ان هم يكونوا مؤثرين الوقت اللي جاي. لعيب اسمه وسيم شعلان برضو من اللعيبه الابتكاريه كده كمصمم هجمات، انما اتقفلت الدنيا على الكابتن رمضان بتبديل محمد كوفي. تلعب الكره تاني قدام طويله مش لحد خالص، كل لعيبه نادي الزمالك في وسط ملعبهم. يطلع مهدي سليمان ويسلمها مهدي لمحمد الزيادي. شريف حازم هو اللي استلم، يفتح الملعب الى محب. المره دي بقى محمد الزيادي ليه شريف، هياخد منها فاول ضربه حره. اي ما هو شريف قدامنا قلب دفاع الفريق البترولي اللي زودها شويه في اللعبه اللي فاتت. احمد شعبان على الارض عند محمد اشرف، يضغط عليه نور السيد. يا ولد يا لعيب، واقف على رجله كويس قوي في وسط الملعب. نور السيد من اللعيبه برضو اللي بيتطور ادائها التكتيكي خلال اللقاء او مع المباريات. يبدا الموسم 7/10، اللقاء اللي بعده 8 لحد ما يوصل لثبات المستوى. تملي اللعيبه الديفندر عاوز لعيب عنده ثبات في المستوى. ابراهيم صلاح، نور السيد في نادي الزمالك، واللعيبه بقى اللي بتتغير مرونتهم التكتيكيه لو ممكن تديله في المكان ده من اللعيبه اللي بره. موجود احمد توفيق على دكه البدلاء النهارده نفس المكان. احمد مجدي بيلعب في الحته دي او يلعب في المناطق الدفاعيه. نقلتين تاني بنتكلم شويه والكره هاديه تماما بعيده عن الاثاره والمتعه الهجوميه. نور السيد، احمد عيد عبد الملك. برضو النص ساعه اللي قبل اللقاء دي يا جماعه اللعيبه عملت عمليه الاحماء، ريحت تاني ونزلت 5-6 دقائق، عملوا باص بالكوره كده ممكن تبقى عملت لهم حاله من الارتخاء النفسي والبدني. الاثنين يتكلم عليها الدكتور طه اسماعيل احسن مني بكتير. تلعب الكره عاليه وطويله جوه ال 18. عبد الشافي يا ولد للي جايب وش عبد الملك، جندي عبد الملك زودها عبد الملك. بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام. احمد عيد عبد الملك عبد الشافي ادالك واحده ايه بلسم. لسه عبد الله سيسي المهدي سليمان، الاثاره موجوده ومهدي سليمان موجود. عايزين اي حاجه نتكلم عليها، عاوزين اي لعبه وهجمه نزعق عليها، انما مهدي سليمان يطلع ويمسكها قبل سيسي. اول ما الكره تروح للراجل ده في مكان مؤثر من بره ال 18 بمتر كده هيعمل لك الشغل. من قبل كده مش هو اللي يقدر يروح ويعمل انطلاقات كتير عبد الله سيسي. احمد عيد عبد الملك يجي بوشه ممكن يعمل الكلام دوت، انما جعفر وعبد الله مستنيين قدام الصندوق عشان توصل لهم زي اللعبه دي كده. محمد عبد الشافي استلم ولف بشكل كويس، انما طلع حلو عليه المهدي سليمان مع التغطيه اللي كان عاملها محب والتبديل حازم امام مكان عبد الله سيسي عشان يروح في الجبهه اليمين مع عمر جابر. في تبديلات كده تبقى محفوظه خلاص لفرقتك. حازم امام بقى هو التبديل الاستراتيجي اللي بيعمله الجهاز الفني لما يحس ان واقع الاداء الهجومي من الاطراف الجبهه اليمين مش قادرين يتحركوا بكثافه. النهارده عمر جابر نتيجه للضغط اللي كان بيعمله اسامه محمد وكان بيميل عليه كمان النهارده اللاعب احمد فيليكس اللي بيقربه من الجبهه الشمال الهجوميه، التزم تماما وانضبط تكتيكيا عمر جابر. دلوقتي راح له بقى حازم امام عشان يتبادلوا الادوار ويبداوا ينشطوا المكان ده كمحرك هجومي من الناحيه اليمين لنادي الزمالك في اللقاء النهارده. ادي حازم امام في اول ظهور ليه، انما تطلع الكره بره الملعب. سجل هدف في منتهى الجمال في لقاء الداخليه، لقاء المرحله رقم 3، الجون اللي سجله في الدقيقه 76 في وقت برضه كان نادي الزمالك قريب يهرب منه اللقاء. سواء اتحاد الشرطه او لقاء الداخليه قدر الزمالك يحسم المواجهات مع الدقائق الاخيره من المباراه. محمود فتح الله بدماغه في وسط الملعب، ابراهيم صلاح يشيلها لقدام، محمد الزيادي من الناحيه الثانيه، انما رجب ياخدها ويدخل لجوه ماشي بيها قدام ال 18.
تسديده موجوده، انما محمود فتح الله قافل كويس قوي، عمل بلوك قدام الراجل لاحمد عيد عبد الملك اللي بدا ينشط شويه عن الوقت اللي فات. محمد عبد الشافي اللي انطلاقاته بتعمل ازعاج وتاثير في الجبهه الشمال الهجوميه. حلوه يا ولد يا لعيب. الناحيه الثانيه حازم امام، لو في العمق كانت احلى لاحمد جعفر، عاوز يتحرك بيها حازم امام، بينطلق عنده السرعات، تحس ان انت بتملى واحد بالزنبالك كده. حازم امام يعمل سرعات ايه في الملعب، انما اهم حاجه تبقى مفيده بره الملعب. رمي التماس، محمود فتح الله قدامنا كان ضيع ضربه جزاء في لقاءات الفريقين. محمود فتح الله لقاء 2-1 للزمالك 2010 2011، انما انتهى اللقاء بفوز الابيض، فعدت الحكايه ما فيهاش اي حاجه. انما لما تضيع وفرقتك تتغلب تفضل على طول في الذاكره. حازم امام قدامنا مع الدقيقه 70 في الشوط الثاني لم يرتقي لطموحات الجماهير اللي بتتابع، ولم ترتقي لطموحاتنا الهجوميه ان احنا نشوف لقاء قوي بعد تقدم نادي الزمالك في الوقت المحتسب بدل الضائع من احداث الشوط الاول عن طريق عبد الله السيسي اللي خرج ولعب مكانه حازم امام، وبتروجيت الكابتن رمضان السيد اللي ما قدرش يغير اداؤه الهجومي بنزول الثلاث لعيبه او الاثنين بقى في المناطق الهجوميه، اشرف ومحمد رجب. شريف حازم يطلعها عند اسامه محمد اماميه، يقع على الارض محمد اشرف اللي بيشتغل في العمق دلوقتي مكان مروان محسن، ويجي له من تحته محمد رجب مع وائل فراج. محمد عبد الشافي قدامه السكه فاضيه، شارع يمشي فيه، ممكن بقى يبص ويلعب العرضيه لو نشن على حد من زمايله. قاطع حلو قوي على القايم البعيد حازم امام، انما محمد الزيادي قدامنا تخبط فيه وتطلع ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك اللي عنده فرصه ان هو يزود عدد الاهداف. شكل اللقاء بيقول لي كده ان نادي الزمالك ممكن يزود عدد الاهداف، فريق بتروجيت شكله ما يقولكش ان هو يتعادل في الوقت اللي جاي. محمد عبد الشافي ضربه ركنيه تتلعب عرضيه، انما يطلع تاني بشكل كويس، راجع لورا وائل فراج يا ولد يا لعيب. الانطلاقه من محمد اشرف مستنيه قدام، انما تتقطع الكوره عند ابراهيم صلاح لصبري رحيل اللي كان موجود عشان يلعب الضربه الركنيه. هيرجع مكانه رحيل في الجبهه الشمال مع عبد الشافي، نقلتين ينزل لتحت احمد عيد عبد الملك ويعلقها لحازم امام. خطيره خطيره، انما برافو يا مهدي، خطيره خطيره، برافو يا حازم، برافو يا مهدي. هجمه شرسه لنادي الزمالك على دفاعات الفريق البترولي، والتالق لمهدي سليمان اللي طلع كورتين ثلاثه في منتهى الخطوره النهارده. انما هنشوفها تاني، انطلاقات حازم امام جت الكوره في وشه ما فيهاش اي حاجه ونزلت قدامه، انما مهدي سليمان قافل الزاويه 10 على 10. ضربه ركنيه حازم امام، العرضيه موجوده، طلع الدفاع تاني عند نور، تسديده حلوه يا ولد، خطيره، ممكن جول احمد جعفر. تسديده من نور السيد، ايه طلقه حلوه، ومن دقيقه الزمالك يقدر يزود. قلت وفعلا الزمالك هو اللي يزود في ظل التراجع الغير مبرر تماما لفريق بتروجيت على وسط ملعبه. جعفر يسجل رابع اهدافه مع نادي الزمالك هذا الموسم مع الدقيقه 73. 2 للابيض لا شيء للبترولي. هنشوف اللعبة تاني والتسديدة من خارج ال 18. مهدي سليمان طلعها أول مرة. نور السيد أهو النهاردة منصة التسديدات لنادي الزمالك، مرتين ثلاثة الراجل كان غير موفق في واحدة وطلعها مهدي سليمان. المرة دي يستغل بقى الفولو كده المتابعة أحمد جعفر ويحطها، ومهدي سليمان معاها عامل مباراة وعرض طيب. مهدي سليمان رغم الهدفين اللي جم النهاردة مرماه، لو الكرة دي طلعها على جنب شوية كانت هتبقى أفضل من كده. إنما بقول لحضراتكم تسديدات، وطلع خد عرضيات اكتر من مره يتالق مهدي سليمان، ودي خطا برضه فيها مسؤوليه كده لان حط الكره قدامه. ويتقدم نادي الزمالك عن طريق احمد جعفر بالجون الثاني في المباراه النهارده مع 10 دقيقه. 2 دون مقابل. بتروجيت قدام الطماط، محمد اشرف دربكه، انما يطلعها ابراهيم صلاح اللي راجع مع فتح الله وسليمان. احمد شعبان المساحه فاضيه لمحمد رجب، الترقيصه حلوه، انما كتير قوي ان هو يعدي من 3 4 لعيبه قدام المنطقه. كثافه عدديه لعيبه الزمالك ب6 7 لعيبه ومبيضه داخل ال 18. اهي اللعبه اهي، التسديده من نور السيد من زاويه ثانيه. مهدي واقف كويس، الثلاث خبط كده ايده فيها، ان هو كان يركز يحطها على جنب. لو بايده الاثنين يقدر يحط على جنب، ايد واحده بيفكر بس ان هو
يحوش الكرة او يطلعها زي ما جت كده قدام احمد جعفر. العرضيه خطيره خطيره مش ممكن. لسه برافو يا عبد الواحد، اول ظهور لعبد الواحد السيد اللي بيتعملق في العرضيه اللي فاتت، وشريف حازم كان قريب من التهديف. انما هنشوف اللعبه للمره الثانيه، وبدات الاثاره ترجع لملعب اللقاء على فترات كبيره ومتباعده. ادي الضربه ركنيه اهيت، ومحمود فتح الله التغطيه ما كانتش بالشكل المطلوب اول مره عبد الواحد، انما شريف حازم يرفض الهديه اللي جات له عشان يرجعنا للاثاره والمتعه تاني. عبد الواحد السيد اللي طلع الكرة اللي فاتت ومسكها على مرتين في اول اختبار حقيقي على مرمى نادي الزمالك في لقاء النهارده. كابتن سمير صبري كان هو اللي موجود، وادي بقى اسامه نبيه مع فييرا، لازم يكون جنب اسامه نبيه عشان يعمل ترجمه وينقل للعيبه. نور السيد اهي اللعبه خبطت على فكره في لاعب من بتروجيت وهي طالعه من رجله. مهدي سليمان يا دوبك بايده يحصلها، واحمد جعفر يركنها تخبط فيه تاني في محاولة جيدة لمهدي سليمان. انما احمد جعفر كان موفق ويدخل الجون التاني في لقاء النهارده. يبقى الشوط التاني بدأ بداية هادية تماما، مفيش هجمات على كلا المرميين. نادي الزمالك كان بيعمل تمريرات عادية في منطقة وسط الملعب. بتروجيت لم يحاول المحاولات المقنعة رغم التبديلات اللي عملها الكابتن رمضان السيد وخروج صاحب الخبرة مروان رغم صغر سنه، انما بقاله 3-4 مواسم هداف الفريق مع اللعيبه اللي موجودين. ورحلوا بقى بعد كده ايريك بيكوي وكوفي بيكوي والسيد حمدي، كتير اسامي كتير يعني. لو عدينا نطلع 50-60% من قوام التاثير الهجومي لفريق بتروجيت رحلوا عن الفريق اخر موسمين. وبيحاولوا بقى بمجموعه اللعيبه الجديده ان هم يعملوا تشكيله متوازنه. قدامنا الكابتن رمضان السيد واحنا بنتكلم، جنبه الكابتن مصطفى هنداوي والكابتن محمد ثابت، انما سمير صبري هو في المنطقه الفنيه بيدي التعليمات. معاهم الكابتن شريف فيومي، كان واحد من ابناء النادي الاهلي لغايه الفريق الاول جيل وليد صلاح الدين وهادي خشبه. لعب الكره تاني لقدام، نور السيد على الارض يقطعوها عند احمد شعبان. شعبان يفتح الملعب. ربع ساعه على نهايه اللقاء رغم الجونين لنادي الزمالك، انما الهجمات قليله. بلال جمال، الزمالك عمل تبديل وحيد، موجود على الدكه احمد حسن واسلام عوض واحمد سمير واحمد توفيق واحمد مجدي. 3 احمدات بره، ونزل حازم امام ومحمود جنش حارس المرمى. احمد شعبان اكيد حد هياخد الوقت اللي جاي سواء للثقه او لتغيير الاداء من منطقه وسط الملعب. قريب احمد حسن ان هو يشارك، قريب اسلام عوض ان هو يشارك في الوقت اللي جاي. بره الملعب محمد الزيادي، عمر جابر يلعب رمية التماس اللي بقى يشتغل هجوميا بمساندة حازم امام اللي عمل حيوية اول دقيقتين بعد نزوله. محمود فتح الله يعمل تبديل، مش قادر يكمل فتح الله لحد ما حد ينزل. هنشوف بقى احمد مجدي هو اللي هيلعب مكانه. قلت ان مجدي عنده الحتتين اللي تقدر تحركه فيهم، لعب سردباك، لعب ديفندر، لعب هاف في وسط الملعب. احمد سمير بيلعب باك رايت وممكن تلعبه في القلب، لعب كتير على فكره احمد سمير مع نادي الزمالك لما كان بيغيب صلاح سليمان ومحمود فتح الله. انما الاقرب احمد مجدي، فعلا احمد مجدي قدامنا اهو، هو اللي هيلعب مكان محمود فتح الله. هيكمل بقى عمليه الاحماء لان تبديل فجاه للعيبه نادي الزمالك ويكمل الاحماء بتاعه في الملعب. انما مهم ان اللعيب يسخن كويس قوي عشان الشد والعضله والكلام ده ما ينزلش من بره يحصل له اصابه يقول لك يا ريتني ما نزلت. خارج محمود فتح الله بياخد تحيه اللي بيتابعوا المباراه، مش هنقول الجماهير، الاعلاميين اللي موجودين. يبقى تبديل تاني النهارده. الاثنين المساكين اتغيروا، محمد كوفي في نادي بتروجيت خرج ولعب محمد الزيادي، وادي كمان محمود فتح الله الناحيه الثانيه ولعب مكانه احمد مجدي. ال 13 دقيقه اللي باقيين تقريبا على نهايه اللقاء. صبري رحيل يلعب لقدام عند احمد عيد عبد الملك، انما مقطوعه. خرج عبد الله السيسي بفكركم. محمد عبد الشافي يزحلق، برافو يا ولد. بره الملعب رمي التماس. خلاص لقاءات الاسبوع رقم 4 هتختتم في 7:30 اليوم. انبي وسموحه، لقاء مؤثر في ترتيب الجدول في المجموعه الاولى. انبي عنده 7 نقاط، وسموحه اللي قدم عرض طيب امام النادي الاهلي عنده 4 نقاط. ده اخر لقاءات المرحله رقم 4. نادي الزمالك عنده الاسبوع اللي جاي لقاء مع المقاولين العرب، عندهم لقاء العوده اول مارس مع
نادي غزالة التشادي، نادي جازيل التشادي اللي فازوا عليه بالسباعيه. ونادي الزمالك حقق على فكره نتائج او سكور كبير كده، انما على المستوى المحلي في لقاءات كتير كان نسيج حلوان اللي تواجد في الدوري اخر الثمانينات، الزمالك كان كسبه 9 دون مقابل. انما على مستوى الدوري المحلي الارقام الافريقيه حاجه والمحليه حاجه. ترجع لورا تاني، عبد الواحد السيد على مهله، عبد الواحد بيهدي لعيبته شويه يريحهم، طلع واحده في منتهى الصعوبه او كانت قريبه للتهديف، حتى لو ما كانتش الصعبه كانت جوه ال6 متر لقدام، عاليه وطويله عند عيد عبد الملك، انما معاه محب يقطع عليه تامر محب ويلعبها لمحمد الزيادي، لمحب تاني من الجبهه اليمين، ضغط عليهم احمد عيد عبد الملك يعطلهم وتخبط فيه وياخدوا منها رمي التماس. وهو ده اللي مطلوب ان احمد عيد كان يعمله عشان يوقف التحضير من ورا لقدام. محمد عبد الشافي من الجبهه الشمال، عدد اللعيبه بقى كتير في الجنب اللي فيه الكرة دلوقتي قبل ما تطلع بره، انما خرجت. ضياء السكران مشاور رمي التماس، ادي اللعبه اهي، لازم الكرة كلها تخرج، في اعتقادي ما خرجتش كلها، لازم كل الكرة تخرج، لو ملي لمس الخط من الكرة تبقى جوه الملعب، بس صعب طبعا حد يجيبها. شعبان بيضغط يعليها لقدام، ابراهيم صلاح في المكان الفاضي حلوه عند حازم امام، الخطوره موجوده، حازم هيلعب العرضيه، انما في الزاويه الضيقه لو عملها عرضيه سواء في القلب او القايم البعيد كانت جايه اللعيبه بوشها بشكل كويس. نادي الزمالك بجونين النهارده متقدم، عبد الله سيسيه واحمد جعفر اللي سجلوا في لقاء السباعيه امام بطل تشاد. تتلعب الكره تاني صلاح سليمان، انما يتضغط، غايب النهارده محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك للايقاف لقاءين، انما لعب في اللقاء الافريقي وسجل جونين، كنا لازم برضو نتكلم عليه. ادي صلاح سليمان قدامنا اللي ضغط كويس قوي على وائل فراج، اللي النهارده غابت تماما الخطوره الهجوميه لكل اللعيبه والاوراق اللي دفع بيها الكابتن رمضان السيد من بدايه اللقاء لغايه الوقت اللي احنا بنلعبه، وما كانش ليهم التاثير. غابت الفقرات الهجوميه والجمل التكتيكيه الكامله كده على مرمى عبد الواحد السيد، وده اللي ادى ارتياحيه للمدافعين اللي بيشتغلوا ورا، سواء فتح الله اللي خرج او صلاح سليمان او الطرفين عمر جابر اللي كان بيضغط على طول على اسامه محمد وعطل الجبهه الشمال تماما اللي كان فيها اسامه محمد النهارده. احمد فيليكس اللي خرج من الملعب. ترجع الكره لورا من صلاح سليمان الى عبد الواحد السيد، على مهله عبد الواحد اللي كل ما الكره تجيله بيحاول ان هو يهدي ويمتص حماس لعيبه بتروجيت. لعيبه نادي الزمالك قلنا ان لو غطوا الجون هيبقى افضل ليهم، وهم ده اللي عملوه، وفريق بتروجيت كان عنده الفرصه يقرب النتيجه من الهجمات القليله، انما ما قدروش يستثمروا اللعبه. شريف حازم اللي كانت جوه ال6 يارده تاني يردوا بهجمه 2 4 5 لعيبه على 5 لعيبه من نادي الزمالك، انما خدوا وقت كبير قدام ال 18 عايزين يصلحوها لشعبان اللي رجله تقيله، انما يضغط تاني ابراهيم صلاح ويقفل عليه الزاويه، تروح الكره عند محب دخل في العمق، نقلها مع احمد شعبان ليه تامر محب هيبص جوه ال 18 ويعلقها للفراوده اللي موجودين. حلوه العرضيه خطيره انما مش قادرين يستغلوا، حلوه العرضيه اللي فاتت من تامر محب، انما محمد اشرف واللي كان مكمل معاه وائل فراج ما قدروش ان هم يروحوا للكوره، وبلال جمال اللي جاي من وسط الملعب. ادي التمريره ممكن خطيره، العرضيه الثالث جول 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 عبد الملك، احمد عيد عبد الملك لنادي الزمالك مع الدقيقه 83، ثلاثيه للابيض على فريق بتروجيت، وهتكون النتيجه الاكبر على فكره في تاريخ لقاءاتهم، ويعادلوا نتيجه ثلاثيه بتروجيت اللي عملوها في 2007 2008. ادي الحكايه من اولها، البينيه في منتهى الجمال والروعه، وجعفر يا ولد يا لعيب يا جعفر لاحمد عيد عبد الملك منتهى الجمال والروعه. انما نشوف من الاول حازم امام التمريره اللي عملها في منتهى الجمال، واقتحام احمد جعفر اللي دخل بعبقريه داخل منطقه الجزاء وخلصها زي الجراح الراجل لاحمد عيد عبد الملك اللي بيحطها له، وقال له يعني حط دي عبد الملك. سجل مع نادي الزمالك في اول هدف رسمي لعبد الملك في الدوري المحلي مع الابيض هذا الموسم. يبقى نادي الزمالك بيتقدم بالجون الثالث ويأمن على النتيجة تماما عشان يصعب المهمة تماما على فريق بتروجيت. من ربع ساعة قلنا الزمالك الأقرب ان هو يزود الأهداف، وفعلا عملوا كده اللعيبة، وبتروجيت النهاردة كان عليه علامات استفهام كتير في أدائه الهجومي بعد ما اشتغلوا 45 دقيقة بشكل كويس وقفلوا على مفاتيح اللعب تماما لنادي الزمالك النهاردة لغاية الجون الأول اللي سجل منه عبد الله سيسيه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.
6 دقايق على نهايه المباراه. وائل فراج مع احمد مجدي اتخبط وهو بيضغط عليه. مفيش داعي، هنشوف واخد انذار قبل كده ولا ايه. ادى وائل فراج لان بعد اللعب لطش احمد مجدي واحده لازمه. اهي اللعبه. وائل فراج فعلا اللي خد الكارت وضربه حره رغم ان هو واخد الفاول، انما ما كانش فيه داعي ان هو يكمل مع احمد مجدي بالسلوك ده. لسه شايفين محمد ابراهيم مع صالح موسى لاعب فريق الداخليه. ضربه حره، مكان كويس. اسامه عرضيه خطيره انما تعدي، عملها حلو اسامه محمد. قال لك يعملها جامده، حد يكمل فيها من زمايله او المدافعين يغلطوا او تروح في المرمى. شديد قناوي شفنا جاب جون بالشكل ده امام تليفونات بني سويف لاعب النادي الاهلي، والكره راحت اهي. وبيبقى حارس المرمى الدنيا مش صعبه عليه نتيجه للعدد الكبير من اللعيبه اللي واقفين قدامه. لو راحه في الزاويه البعيده تعمل مشكله لحراس المرمى. اللعبه اللي فاتت لا تبقى عارف هي راحه في الجون ولا حد هيكمل فيها. لازم المدافعين يخلصوا المواقف دي والكره في الهواء. يرجع لورا شريف حازم. مهدي سليمان وحشه قوي قطعها محمد عبد الشافي. عبد الشافي يبص، انما في منتهى الخطوره اللعبه اللي فاتت. بيندب حظه حازم امام. الكره عملها له حلو قوي محمد عبد الشافي وراح فيها قطع على القايم القريب. ادي اللعبه اهي محمد عبد الشافي وقطع حلو قوي حازم امام، انما تعلى الكره منه. كان عاوز يعملها يا دوبك بوش رجله كده. ادي الاعاده وتطلع بره الملعب. تبديل لنادي الزمالك، احمد حسن مكان احمد جعفر. احمد جعفر هيخرج ويلعب مكانه احمد حسن في تاني مشاركه ليه. خارج اهوت قدامنا احمد جعفر. مجهود كبير النهارده لزمايلنا على شاشه النادي الاهلي. رئيس التحرير عماد يوسف، والاعداد حازم البرعي، محمود سعيد، مدير التحرير كريم ابو حسين، مخرجنا المنفذ النهارده سمير عكاشه، مهندس الصوت محمد عثمان، وفن الصوت محمد الجبالي، اداره الانتاج مدير الانتاج احمد عباس، والمنفذين بقى عادل عتريس وهاني ابراهيم، والبروديوسر هشام فتحي. على طول كده بسرعه واحنا واقفين تماما من احداث اللقاء. والجون بيتعاد قدامنا اللي سجل منه النهارده احمد جعفر من المتابعه الجيده للعبه نور السيد اللي سدد اكتر من لعبه على مرمى مهدي سليمان. اتعامل مع 2 في الشوط الاول، انما الاخيره ما قدرش الراجل يحطها على جنب واستغلها جعفر كويس قوي اللي جاب جون وصنع جون. عمل كده النهارده يعني بيحطها لاحمد عيد عبد الملك رغم ان هو كان ممكن يطمع فيها، انما لما لقى الضغط عليه عملها بشكل حلو قوي لعبد الملك اللي بيسجل اول اهدافه مع نادي الزمالك. يبقى نادي الزمالك النهارده يوصل للنقطة رقم 12. واحد يقول لك فاضل 4 دقايق والزمالك كسبان 3 وبالشكل ده، ولا الافلام الهندية عشان فرقة تتعادل. بره الملعب رمي التماس، رغم ان مفيش يعني في الكورة معجزات، انما في وقت خلاص انت بتقول الدنيا انتهت تماما. صعب قوي بالشكل اللي احنا شايفينه لفريق بتروجيت. واداء نادي الزمالك اللي قدروا النهارده يستثمروا باقل عدد من الهجمات يسجلوا جوان، ودي ظاهرة طيبة للفرق. ممكن فرقة تروح 3-4 مرات ما تجيبش ولا مرة، فرقة تروح بهجمة وحيدة تسجل. عمر جابر هيلعب رمية التماس، لسه ما حدش قرب منه. عند نور السيد احد المجيدين فنيا في المباراة النهارده من وجهة نظر المتواضعة. هنتابع مع ملعب الاهلي مع الزميل محمد الليثي والدكتور طه اسماعيل والكابتن طه بصري اهم النقاط الفنية في المباراة النهارده اللي هيرتفع درجاتها رغم التحفظ على الاداء الهجومي في اوقات كتيرة، انما ال3 اجوان هيدونا مؤشرات جديدة للمباراة. احمد مجدي يلعب عند صلاح سليمان اللي لعب مكان فتح الله. بتروجيت كان عمل ال3 تبديلات مع اول 10 دقايق من الشوط الثاني. الزيادي واشرف اللي نزلوا مع بداية الشوط، وبعد كده محمد رجب على الارض منقولة في الجبهة الشمال عند عبد الشافي لاحمد مجدي. بتروجيت عنده لقاء صعب مع النادي الاسماعيلي في المرحله رقم 5، لقاء وحيد مؤجل من الدوري على فكره. الاسماعيلي واتحاد الشرطه هيكون يوم السبت القادم ضمن لقاءات المجموعه الثانيه. خدها حلو قوي عمر جابر يا ولد ويدخل بيها في قلب الملعب، هيروح في الجبهه الشمال اللي فاضيه فعلا ارى، انما التمريره ما كانتش بالشكل المطلوب. قبل عبد الشافي يطلعها تاني لقدام من الجبهه اليمين الدفاعيه، يقرب كده محمد الزيادي وهو اللي يطلعها، انما تروح لحازم امام
اللي دفع بيه الجهاز الفني عشان ينشط له المكان اللي قدام عمر جابر. نجح الراجل في اوقات كتيره ان هو يروح ويقتحم، وقدر ان هو يساعد في الجون الثاني. خدها وائل فراج ودخل لجوه. بص عدد اللعيبه 2 4 5 من نادي الزمالك، و2 لعيبه ولسه جاي لهم الثالث من فريق بتروجيت لغياب الدوافع الهجوميه تماما، وايضا ما قدروش ان هم يكملوا بشكل مؤثر. تتلعب الكره ثاني، وائل فراج ياخدها بالاجتهاد الشخصي على الارض، يمررها في القلب، انما لسه ما حدش قرب. تسديده حلوه يا ولد، حلوه اللي فاتت دي، فوقتنا، انما فوق القايم يا دوبك عبد الواحد يلمسها. وائل فراج هو اللي استلم على فكره ولف وعملها بشكل كويس قوي، انما كان غايب في اوقات كتير من المباراه النهارده وائل فراج. وادي التالق لعبد الواحد اللي شال كورتين في منتهى الاهميه مع احداث الشوط الثاني. كوره وهم كانوا متقدمين واحد او كانوا متقدمين 2، لو جت كانت النتيجه هتقرب يبقى فرق جون، انما شالها كويس قوي. وادي الثانيه من وائل فراج، يطلع عبد الواحد يتعامل معاها، انما المره دي بالبوكس كده خارج الملعب، الركنيه للمره الثانيه. الثواني الاخيره من الوقت الاصلي. عشاق ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان، ثلاثيه لنادي الزمالك في لقاء النهارده، بداها عبد الله السيسي اللي خرج من الملعب، واحمد جعفر جاب الجون الثاني، والثالث احمد عيد عبد الملك. 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع. تتلعب الكوره خطيره جوه ال6 متر، يطلع المدافعين لقدام عند احمد حسن، سجل جون امام فريق غزاله التشادي. احمد حسن يفتح الملعب يا ولد يا لعيب على الرؤيه الناحيه الثانيه، استلم وعملها في الجنب اللي فيه حازم امام، انما يتزحلق عليه ويشيلها لقدام اسامه محمد. عاوز يعملها وائل فراج، لو اشتغل كده في الوقت اللي كان موجود مروان وائل فراج كانوا هيعملوا تاثير، انما غاب تماما. مهدي سليمان شال اكتر من كره رغم ال3 تجوان. شريف حازم اماميه، ياخدها تاني احمد شعبان لبلال جمال من ورا لقدام، تامر محب عند محمد اشرف، انما مجدي من دفاع نادي الزمالك يحطها في وسط الملعب. رجع تاني لنادي الزمالك احمد مجدي، كان موجود وراح النادي المصري ورجع، واحد من ابناء النادي الاهلي لغايه فريق الشباب، احترف فتره في الدوري اليوناني. الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. خلاص فريق بتروجيت يقول لك اللقاء يخلص كده او نجيب جون لحفظ ماء الوجه، نقرب النتيجه. ونادي الزمالك اطمن تماما على ال3 نقاط اللي اتكلمنا عليهم، يوصلوهم للنقطه رقم 12، ويبقى نادي الزمالك الفريق الوحيد اللي جمع من ال4 مباريات ال 12 نقطه كاملين العدد، مع بدايه انطلاق مسابقه دوري المجموعتين. نور السيد من الجبهه اليمين يلعبها عند عبد الملك، يحطها تاني عبد الملك لاحمد حسن اللي عاوز يعمل حاجه في الوقت القصير. البينيه حلوه، انما برافو مهدي سليمان يطلع وياخدها. لعب احمد فوزي لفريق بتروجيت قبل كده، انما راح لاحمد فوزي، كان موجود ابراهيم عبد الجواد. تتلعب الكوره من وسط الملعب، الانطلاقه حسام عرفات يفتح الملعب في الجبهه اليمين. عرفات اللي غاب تماما في الشوط الثاني، يشيلها عمر جابر لقدام، يسيطر عليها لعيبه بتروجيت، ونادي الزمالك ينسحب تكتيكيا لوسط ملعبه الدفاعي بانسحاب تكتيكي مش اضطراري، هم بيأمنوا. بره الملعب رمي التماس. الاهلي يوم السبت القادم ان شاء الله كل التوفيق في السوبر الافريقي امام بطل الكونغو وبطل الكونفدريشن كاب بفريق ليوبار الكونغولي، في مواجهه جديده للكابتن حسام البدري لحصد عدد البطولات. خد الدوري، خد السوبر المصري، خد دوري ابطال افريقيا، وقدام السوبر الافريقي الكابتن حسام البدري نتمنى له التوفيق كل جماهير الكره المصريه. بره الملعب محمد الزيادي رمي التماس. الاسبوع الخامس بقى هينطلق ان شاء الله، هيتلعب على 4-5 ايام، هنبدا نقولهم بعد كده جوه ال 18 المحاوله. انما احمد مجدي مقفل كويس قوي على فراج اللي لعب لوحده هجوميا في الربع ساعه الاخيره. محمد رجب رغم نزوله ان هو حاول يقتحم من الجبهه الشمال، انما ما كانش قادر بالمهاره الشخصيه يعدي من لعيبه نادي الزمالك اللي بيتلموا عليه ب3 4 لعيبه. ادي استلم اهوت حسام عرفات اللي اتنقل دلوقتي في الجبهه الشمال جوه ال 18، ممكن التسديد تخبط وياخد منها ضربه ركنيه. بلال جمال اللي قدامنا على الشاشه، القادم من نادي دمنهور، ودي اللعبه اللي احمد مجدي اشترك فيها مع وائل فراج، كان عاوز منها قرار.
اشتباك بين الاثنين داخل منطقه الجزاء، واحمد مجدي بيرفع ايده بيسلم نفسه كده، الراجل بيقول اهو ما فيهاش اي حاجه جوه ال 18، انما عاليه يعليها قوي بره الملعب الى ضربه مرمى. محمد اشرف البديل اللي لعب مكان مروان محسن قدامنا على الشاشه برضو اللي لعب بدماغه، كلهم لعيبه صغيرين اللي دفع بيهم الكابتن رمضان السيد النهارده. خلاص الثواني الاخيره من احداث المباراه، ومبروك لنادي الزمالك الثلاث نقاط. هارد لك للكابتن رمضان السيد وجهازه الفني وفريق بتروجيت في الاسبوع رقم 4 من دوري المجموعات او دوري المجموعتين مع صفاره محمد فاروق. الزمالك يصل للنقطه رقم 12، بتروجيت يتوقف عند 4 نقاط الى ملعب الاهلي. ارك تحياتي معلق المباراه محمد عفيفي، الى اللقاء.